بعد أن تمكنت من فك رموزها، أعادت مصالح الأمن بمدينة طنجة زوال اليوم من تشخيص جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها 3 نساء من أسرة واحدة ذبحن دون رحمة الثلاثاء الماضي. الجاني ارتكب فعلته الشنعاء بدافع السرقة رغم احتضانه من قبل الضحايا. هذاك الوحش اللي ارتكب ديك الجريمه راه كان في ديك الساعه فيه الانسانيه. انا كنهضر دابا على راسي. هذاك السيد اللي ارتكب ديك الجريمه ماشي هو هذا اللي قال. جريمة علاء اهتز لها الرأي العام المغربي سنة 2010 واعتبرها مجزرة لأن الجريمة كانت قتل. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة أو القصة على واحد الجريمة بشعة اللي هزات مدينة طنجة وبالضبط الحي لفرنسا. هاد الجريمة اللي كان النجم ديالها هو علي اللي قام بهذه الجريمة واللي هزت ماشي غير مدينة طنجة ككل ولكن حتى المغرب كامل. وفي سنة 2010 عرفت هذه الجريمة انتشار كبير في المملكة المغربية. المهم الإخوان أو الخوت، قبل ما نبداو في هذه الحلقة أو في هذه القصة، أنا نبغي أي واحد كيشوف هذه القناة ديروا سبسكرايب للقناة، يعني تشارك في القناة، دير ابوني وفعل الجرس باش دائما يوصلوك الفيديوهات الجديدة ديولي. ولا ديجا كاين عندي في القناة ما عليك الا دير لايك لهذا الفيديو دابا نيت قبل ما تنسى، وبيس ليكم كاع الخوت اللي كيدعموني وشكرا لكم. وان شاء الله لما لا نزيدو نطوروا من نفوسنا او في القناة تطور شوية. المهم ما عليناش حنا يلاه داكشي على قد الحال. قصة كنجيبوها من قاع الخابية كيف كنقول. واحد نهار كانت طفلة في الطومة جاية من المدرسة، يعني راجعة للدار ديالهم، وديما كتكون الأم ديالها والأخت ديالها الكبيرة ديما في الدار. واحد نهار رجعت من المدرسة كيف قلنا لكم ودقات في الباب وما لقات حتى واحد، يعني دقات دقائق طويلة واستغربت حيت ديما هي كتلقى امها واختها دائما كاينين في الدار، يعني ديما كاينين في الدار ما تيخرجوش من الدار وهما عارفينها بلا كتجي من المدرسة. داكشي علاش استغربت وحين ديما كيتسناوها ويحلوا لها الباب. فبعد من دخلها الشك او يعني دائما كنلقى دارنا وما لقيتهمش، فمشات عيطت للاب ديالها اللي كيخدم في الجمارك. هنا الاب فاش مع الخبر جاتو حتى هو غريبه وجا على وجه السرعه، دق حتى هو ما جاوبو حتى واحد، حتى هو استغرب، ولكن بالشكوك وداكشي اللي داروا ليه في راسو فرع الباب ودخل. ولكن هنا فين كانت المفاجاه، فالاب غادي يلقى مرته وبنته ومعاهم حتى واحد الجاره مقتولين ومذبوحين في واحد البيت الفوق. فمن كثرة الصدمة وداكشي اللي شاف جاتو الأزمة نفسية، حينتاش يالله كانت ماتت أو توفات ليه الوالدة ديالو ب3 أيام، وداكشي زاد أزم ليه الوضعية ديالو وبقى مصدوم، يعني ما فهم والو. هنا الأب عيط للشرطة وخبرهم باللي وقع، وجات الشرطة عاينت مكان الجريمة وهزت العينات تاع الدم وقاموا باللازم ديالهم. الشرطة مهم فتحت المحضر، وهنا الأب استسلم الأمر الواقع واستسلم لقضاء الله، لأن هادشي تيبقى قدر وقضاء. داز شي يومين بحال هكاك بداو التحضيرات ديال الجنازه. صافي الاب بدا كيدير ورغم الضغوطات وداكشي، ولكن بدا كيقوم بالجنازه وتتعاونوا في الطومه. فواحد الشاب بيه غادي يجي وغادي يبدا يساعد فيهم، يهز من هنا يحط هنا حط هنا، هز من هنا دي لهي هارا هاديك، وعادي لانه هاد الشاب اصلا كيسكن في الحي هو اصلا دائما كيكون معاهم، يعني ديما كيكون مع هاد الشخص اللي توفات ليه العائله ديالو، ديما كيتسخر ليهم وداك الشيء، يعني عادي غادي يعاونهم بواحد القدر ديال المال كبير.
وقال ليه راه هادو عائلتي ماشي غير جيراني، انا عائلتي وكنحسبهم حتى والديا كاع، نتوما والديا وانا غادي نعاونكم. فصافي بقات كدوز الامور عاديه. داروا التحضيرات ديال الجنازه وداك الشيء، صافي دازت الجنازه نهار الثالث عادي. ولكن في النهار الرابع اللي تجي الشرطه وغادي ماشي غتجي، ولكن غتصيفط الاب باش يستجوبوا ويعرفوا منه بزاف المسائل. فهنا بداو كيسولوا الشرطه واش عندك شي اعداء في الحي ولا كتعرف شي واحد ما حاملينكمش ولا شي حاجه. الاب تيقول ليه لا الحمد لله حنا بخير، ما كاين حتى شي حاجه، حنا سمعتنا مزيانه، حتى الجيران معاهم بخير، ما كاينش شي اشكال من هاد الناحيه. الشرطه قالت لي واخا وما كاينش شي واحد قريب ليكم ولا شي حاجه عندكم مع عداوه في العائله مثلا ولا شي لعيبه واخا بعيده لكم ولكن كل في العائله. قال لي لا الحمد لله كما مع العائله كما مع الجيران بخير واللهم لك الحمد. قالوا لي واخا قول لينا كيفاش لقيتي الزوجه ديالك والابنه والجاره في ديك الحاله. قال لي ما انا فاش فرعت الباب وعيطت لي الابنه ديالي اللي قالت لي راه ما كاينينش واقيلا ما تيحلوش الباب، وانا دائما كنلقى الزوجه ديالي والبنت الكبرى عندي في الدار مريحين، يعني ما كاينش شي اشكال وديما تيتسناو البنت في داك الوقت. ولكن من عيطت عليا بنتي في الطومه جاني داك الشيء غريب وحاولت نجي لانني خفت. فاش جيت لقيتهم مرميين، الزوجه ديالي مذبوحه، الابنه كذلك، الجاره كذلك. عيط عليكم على وجه السرعه رغم الصدمه. قالوا لي واخا. قالوا ما كاينش شي واحد تيدخل عندكم الدار تيجي عندكم وقول لنا بعدا شنو تسرق. قال لي راه تسرق لي الذهب وواحد البركه كتعطيها للزوجه ديالي كانت مخبيها. قال لي يعني ما كتلاحظش شي واحد كيدخل عندكم تيعرفكم تيجي عندكم؟ لا ما كيدخل عندنا حتى شي حد وعاطين الثقه بنادم، ولكن واحد الشاب هو اللي تيجي عندنا وتيدخل وتيتسخر الدار، حيت انا ما تنكونش في الدار خدام، هو تيتسخر للزوجه ديالي. والله يعمرها دار شاب متواضع ظريف، ما عمرنا لقينا معاه شي اشكال ولا شي حاجه ديال العيب خرجت منه. قال لي واخا. قال لي صافي يعني ملي مشى الزوج عيطوا لذاك الشاب جا عندهم سولوه. قال لي شنو علاقتك بهاد العائله؟ قال لهم هاد العائله ديما تنتسخر ليهم والله يرحم ليهم الوالدين والله يرحم اللي ماتوا. قال لي ديما كيعطوني شي بركه تيدوروا معايا، انا ما في حاليش، الوضعيه عندي شويه ناقصه وتيتعاونوا معايا مساكن وتنتسخر ليهم، يعني بحال قلتي هذيك هي كندبر فيه في نهاري والمسائل. قال لي ومالك في يدك؟ قال لي لا راه كنت كنطيب وجرحت راسي، حيت البوليس في ديك اللحظه لاحظوا ان السيد داير باندا ليدو وملوي عليه وتماو في سقساو على القضيه. قال لي بلا مضروب. قالوا لي حيد لينا الفاصمه نشوفوها. صافي الشاب عادي كيجاوبهم عادي، حيد الفاصمه ديالو عادي. شافوا الجرحى، ولكن هنا البوليس لاحظ بان ديك الجرحى ماشي ديال تنقيه الخضره ولا شي حاجه، هذه جرح عميق مضروب. قالوا لي المشكله دوك الناس شحال باش جرحتي بعد انت بهاد الضربه اللي في يدك؟ قال لهم شي 3 ايام بحال هكا. قالوا لا 3 ايام في نفس النهار اللي بالمده نيت اللي ماتوا فيها دوك الارواح 3. قال لهم قال لي كيفاش عرفتيها؟ قال لي لا راه الجيران سمعت منهم الخبر. قال لي الجيران سمعت منهم الخبر مزيان. قال لي لقينا 3 العينات ديال الدم وهزيناهم، ولكن كانت واحد العينه الرابعه لقيناها مختلفه شويه. قال لي ماشي مشكل. قالوا لي غادي نهزوا لك العينه من الدم ديالك ونختبروا. هنا الشاب تقرص تزير، ولكن ما بغاش يحاول، ما باش يبين. قال لي صافي هاي ماشي مشكل، خذوا العينه ديروا خدمتكم. صافي قالوا لي سير تنعيطوا عليك. داروا البوليس الشرطه ديالهم، داروا العينه الرابعه لقاوها مطابقه ليه العينه ديالو، وعيطوا عليه عاوتاني المره الثانيه وقالوا لي شوف باش نكونوا واضحين، العينه اللي درناها ودرنا لها التحليل لقيناها كتطابق العينه ديالك ديال الدم، يعني نفس الفصيله. شوف غتجينا من الاخر وبلا ما تدخل لينا في الهضره وبلا ما والو، راه ما بقاش عندك شي حل اخر
مبقاش عندك فين تهرب، ولا راه غادي نتهلاو فيك مزيان وانت عارف طاليتنا كيف دايره. قال لي شوف صافي انا نعاود لكم كل شيء، ولكن بلا ما تاذوني بلا والو. قالوا لي يلا عاود. الشاب بدا كيعاود ليهم، قال لهم واحد النهار عيطت لي الزوجه، يعني السيده اللي كنتسخر لها ديما، عيطات عليا باش نحول لها شي حوايج. صافي حولت لها شي حوايج، طلعتهم لها السطح، هبط قلت لها واش خاصك شي حاجه؟ قالت لي لا صافي ولدي شكرا الله يرحم لك الوالدين. ولكن قالت لي بلاتي كنت غادي خارج، قالت لي بلاتي حيت هي ديما موالفه كتدور معايا. صافي انا بقيت كنتسنى، وفعلا في البيت نيت وحلت الماري وجبدت واحد البركه، ولكن ديك البركه بات لي رزمه كبيره. وهنايا انا تغريت وحسيت بشي حاجه اللي خاصني ديك فلوس شده كامله. فقلت لها يمكن نشوف شي حاجه الفوق اللي كانت خاصك نحولوها ولا شي لعبه. قلت لها ايه ماشي مشكل، وطلعت انا الفوق وشويه وانا نعيط لها، قلت لها تعالي شوفي واش هنايا غادي نقدر نحول هذا الشيء. قالت لي بلاتي تنشوف شنو خاص يتحيد. صافي فوا عطاتني في ظهري، انا ديجا كتهزت الموس وطعنت من الخلف. فالابنه غادي تسمع هنا بلا كاين شويه صداع وشويه يعني الطبطيب، يعني كنسمعوا الصوت ماشي عادي. فقالت الجاره ديالهم بلاتي بقاي هنا انا غادي نشوف شنو كاين. بدات كتعيط ماما وطالعه مع الدروج. فبيها غادي تطلع غادي يعاود ينقد عليها خينا وغادي يذبحها، يعني غيدوز عليها. فبالتالي الجاره هنا استغربت وقالت بدات كتعيط، قالت لهم فلانه ما تو واحد ما جاوبها، وعيطت حتى على الابنه الكبيره ولكن ما جاوبها حتى حد. وبديك الشوك والفضول حاولت تطلع انها تشوف شنو كاين. ففعلا لقات السفاح كيتسناها تماك، وحتى هو قام معاه باللازم. وهذا الشيء اللي درت معاه. صافي الشرطه خدت الاجراءات ديالها وتمات السجن هذا الشاب. وكما كتعرفوا دائما القصه فيها عبره ومغزى، وهاد العبره ان الانسان عمره ما تغرو الفلوس وحتى شي حاجه، كل شيء تقدر تجيبه الناس غير تخدم. هنايا الشاب ندم، ولكن قال لهم في حد اللحظه بالله كما شفتوا في اللقطه الاولى، قال لهم انا انسان اللي قام بديك الجريمه ماشي هو دابا. يعني في ديك اللحظه غير الشيطان والعياذ بالله واللي تغروا وخلاه انه يقوم بديك الجريمه. الى عجبتكم القصه الخوت ما عليكم الا ديروا خدمتكم، ديروا لايك للفيديو وديروا سبسكرايب للقناه، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو وقولوا لي شنو كيف جاتكم القصه في التعليقات. وبيس ليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا للمشاهده ديالكم.